الشخص اللي احنا معاه في علاقه طول الوقت بيعمل غلطات بتضايقنا، طول الوقت عماله اقول له لو سمحت ده بيضايقني، لو سمحت ده بيضايقني، واقول لك حاضر اوعدك مش هعمله تاني، خلاص انا اسف مش هعمله تاني، خلاص حقك عليا مش هعمله تاني. وهو انا هنا بتكلم على الغلطات الصغيره، مش بتكلم على الخيانه، وما بتكلمش على الغلطات الكبيره، بتكلم على مثلا ما بحبش تقول لي كذا، لو سمحت اهتم بيا، لو سمحت انا محتاجه اتكلم معاك، ما تمسكش الموبايل كتير وانا قاعده، طب اتصل بيا، طب اعمل كذا، طب اعمل كذا. خلينا نتكلم مبدئيا، ما تطلبش حاجه من حد، انت بنطلب الحاجه مره واتنين، احنا بننبه الشخص مره واتنين، طب في الاخر اعمل ايه؟ ما انا لسه عاوزه اكمل معاه، يعني انا مش عاوزه اسيبه عشان الغلطات دي بس، انا متضايق، فبالتالي بنتخانق طول الوقت. بمنتهى البساطه تجاهل اللي هو الموقف اللي هو بيعمله لك ده، تجاهله تماما ولا كانك شايفه ولا كانه بيعمل اي حاجه. ما بيتصلش، حلو جدا لما يتصل بقى هو حضرتك رد عليه مره وثلاث مرات لا. لما بيضايقك قوي ان هم انتوا بقوا قاعدين او مش بيهتم بيك وماسك موبايله، انت كمان امسك موبايلك واقعد اعمل اكتيفيتي على الموبايل. اراهنكم ان هو اللي هيجي يقول لك انت مش مهتميه بيه، خصوصا موضوع الموبايل ده، لان هو اتعود ان هو ماسك الموبايل وانت مدياله الاهتمام او انت مديها الاهتمام، فهتسالها انت فين يعني هتقعدي تنكشيه يعني، او هتقعد تنكشه. فلما يلاقي شويه ماسك الموبايل وبقى زلوحه قلوحه كده محدش معبره، وانت في حاجه غير شاده الانتباه فقاعده معاه، هيبتدي يقول لك انت ماسكه الموبايل ليه وانت مش قاعده معايا. فهنا الرد، طب ما انت كمان ماسك الموبايل، سيب الموبايل انا هسيب. هيجي بعد شويه اكيد هينسى ويمسك الموبايل، اروح انا في نفس اللحظه ماسكه الموبايل. بس هو هنا هيبتدي يتعلم، لان هو مش فاهم الموضوع مؤذي قد ايه، فانا هوصله له شعوريا مؤذي قد ايه. احنا قاعدين طول اليوم ما بيتكلمش وانا عماله انكشه 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 وهو ساكت، خلاص ادور عليه، اتكلم بقى صاحبتي، اروح اعمل اي اكتيفيتي، اروح اعمل اي حاجه عشان هو كمان يبتدي ايه ده، هي مش بتهتم. هي الشخص ساعات بيتعود ان انت اللي بتعملي او ان انت اللي بتعمل، لازم تسحب كده نفسك شويه من عنده. ثانيا ما تقعوش تحت طاقه الاحتياج، لان في مجموعه من الشخصيات السامه، خلينا نسميها السامه، او اللي هو ما خدوش احتياجاتهم من التربيه. وفي نوع تاني اصلا انا بسميه ما ترباش، عشان مش كل حاجه اصلا معلش اصل هو عنده مشكله نفسيه فاحنا المفروض نساعده، لا على فكره في ناس كتير عندها امراض نفسيه لما بتعمل جرم وبتحاسب عليه، لان هو عاقل وواعي وهو ممكن ينتبه ويبتدي يعالج ده، فهو بيمارس عليك حاجه وحشه جدا، عشان كده بقول ما ترباش. بيستمتعوا جدا جدا بان انت تهتم بيهم وان هم يرفضوك، دي حاله من حالات النقص، فما تديها لهمش. فابتدي عوض ده بتعديل السلوك، سيب وانا اسيب، انت هتعمل انا هعمل، انت هتدي وانا هدي، انت هتساعدني انا هساعدك، انت هتدعمني انا هدعمك، لكن مش هفضل انا ادي واهتم واطلب واقول لك ما تعملش وانت برضو نفس القصه. كمان دوروا على حاجه بتضايقه واعملوها، يعني مثلا لفظ ما بيحبوش، هو قال لك انا ما بحبش اللفظ ده، فانت هتقوليه، فمش انا قلت لك ما بحبوش، ايه ده، طب ما انت كمان بتقولي حاجات وبتنساها، ايه سوري نسيت، منتهى سوري نسيت. وللاسف هنلعب مع بعض هذه اللعبه الى ان تتعدل، او ان انت تقرر ان العلاقه دي وصلت لحجم من الاذيه انا ما اقدرش اكمل هنا. فكل واحد باختياره. كان معاكم